مدريد ينطلق في الموسم الجديد، موسم كل التحديات، بفكر جديد، بقائد وليدر جديد، هو تشابي الونسو الرمز للكرة الإسبانية والقائد السابق. تشكيلة اوساسونا ضيف العاصمة مدريد، لحراسة المرمى إيريرا، رقم 19 الفرنسي روزييه، رقم 23 بريتونيس، رقم 3 هو كروز، رقم 24 كاتينا، 22 بويومو الكاميروني، 5 في خط الدفاع، رباعي منتصف الملعب مونكايولا، رقم 7 رقم 6 تورو، رقم 10 هو ايمار، 14 غارثيا، وراس الحربة القادم من كرواتيا بوديمير. عدة غيابات في تشكيلة الميرينجي وبيتشيتش الليغا والحذاء جود بيلينغهام. تمشي كرة عن طريق ارنولد، خطيرة العرضية الأولى وترجع من دفاعات بامبلونا. اوساسونا في الدفاع موسم آخر، لكن هذا يريد النجاح. ريال مدريد في سيناريو ما قدم جونيور، فيني يتقدم والدفاع يتصدى، والكرة في الاوت للحارس إيريرا. لم يخط ثالث الكبار ماذا هو فاعل. عن طريق كاريراس يشوط الكرة الأولى والكرة برا اوت، وسط هات الوري هنا من عشاق ومدرجات مدريد. نحن نقولوها بين ظفرين، سامحوني، خافير كليمنتي، تيبوكو فالفيردي، نو فاول. الكرة تلعب لأوساسونا، قيمة لمدريد وتاريخه في الكرة الإسبانية والنجوم، فبالتالي كاريراس يضرب الراس ويسن، وفي الدفاع السير الأيمن للريال. كرة مرة ثانية في وسط الملعب إلى التماس أو إلى خطأ بصافرة الحكم، لأنه في اليسار فما عن سرعة وكنترول ممتاز، يمشي بالكرة بظهره ولكن تسلل أو أوت الكرة. هل هي رمية من الجانب عن طريق كاريراس، حلوة الباس، تمشي كرة من ارنولد، حاط الكرة الريال ويسري يشوط كرة والحارس والمتابعة والدفاع امام دياز. اللمسة الأولى على المرمى، أول كرة كانت من الوافد الجديد، تسديدة ولا أروع. فيني يحط كرة ويربح كورنر، أرد يلعب كرة طويلة وبعيدة. النتيجة الانتصار في المباراة، الهدف خطيرة بالراس لكي الدفاع والتماس. لحد الآن مباراة صعيبة، دخول المواجهة والتعقيد على جونيور، وخطيرة والحارس وسال الكرة من كيليان مبابي. فرصة أولى متاحة للميرينجي، أو محاولة ثانية قوية من الريال بعد تسديدة ويسين، عرضية خطيرة الراسية لمرة، والكرة تمشي والتسديدة والكرة الركنية. حلوا مدريد في التسديدات، برافو إيدر ميليتاو. نعم، الريال في مباراة مسكرة امام جدار دفاعي قريب من بعض، وهنا خطيره والعرضيه تولد، يدور بالكره وسط الملعب تشواميني، والحكم يرجع الفاول، يرجع الخطا. ضغطي كانت الكرات الثابته لتشواميني وفي خروس، كره خطيره وملعوبه ممتازه والحارس يتدخل. كرة تمشي عن طريق الحارس إيرير امام اوساسونا، سكور مازال متعادل. ياس وصل الكرة ارنولد على كيليان مبابي، كيليان يحاول يركنها، كانت قريبة من الركنة. كيليان مبابي كاد يسجل اول اهداف الموسم. ارنولد يعود الكرة بربي والسلبي، نقطة ضعفه في الدفاع صعبة جدا. ميليتاو ضربت في الدفاع تماما. فيني يحط الكرة بعيدة، فينيسيوس وكرة بعيدة، توزيع الآن، عرضية خطيرة. الشوط الأول التعادل ممكن والتقدم أكثر من ممكن، ولكن تسديدة راس الحربة بوديمير الكرواتي كانت أوت. أول كرة في المباراة، كاريراس ممتازة، يشوط كرة والدفاع، الكرة ويسري يشوط مرة أخرى ولكن بعيدة. قلت لكم اللاعب هذا أول شيء عنده الإمكانيات، يحل الثغرة، يرجع الدفاع وفيها ركنية أو فيها ضربة مرمى. يتدخل القوي الكاميروني بويومو، يطالب بضربة جزاء، يقول فما عملية دفع، وفيني لهذا المكسب يهرب، ساز كورة بالراس، وينو فرصة كبيرة للريال مدريد، فرصة كبيرة للميرينجي. كروز استهلك الوقت، مسموح له يرجع متاخر باش يرتاح. 50-50 اوساسونا قوية بالسرعة، كيليان يعودها وفاء
تناقل فيها بنالتي. الحكم يقول ضربة جزاء أم ماذا لريال مدريد؟ الكاميرا والمخرج لا يرصد اللاعب إيريرا وكيليان وجول. 1-0 المرنجي، 1-0 الملكي. تحية ملكية هنا من قلب مدريد. إذا أول أهداف الموسم، موسم استعادة التاج، موسم انطلاقة شابي ألونسو بضربة جزاء وجول. كيليان للهدف جاء في وقته لأنه يمشي الكرة، بطاريات ما زالت لم بالراس الظاهرين. كاريراس عالمي بينما كيليان والثاني يخسر كرة وما يلعبون للقدام. كيليان للأمام وفرصة الثاني. أردا وكرة كما جاءت ولكن ترجع الكرة وسط الملعب أم أنه سينتفض في خطأ وسط الميدان. يضغط كيليان كاريرا شوت أردا شوت ممتازة ممتازة جدا من تركي أردا جولر. ممتازة من جولر اللي كانت نقطة ضعف للفريق الموسم الماضي كبيرة لفريق اوساسونا والكرة